السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا الأعزاء عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما زي ما انتم متعودين مننا قبل الماتش بنطلع صوت بس علشان نقول وجهة نظرنا في التشكيل وطريقة اللعب. النهاردة التلات قبل الماتش بيوم فبنقول وجهة نظرنا. وجهة نظري هي طريقة اللعب هي الخطة هي مفيش فيها فرق كبير. كل التعديل اللي هيتم إن الباك اليمين بتاعنا ده بدل ما هو مهاني هيكون زيزو. الناس مستغربة ليه زيزو؟ وهنا بدل خالد صبحي حسام عبد المجيد زي ما كابتن حسام عمل. ليه زيزو؟ لان زيزو هنا هيكون فيه ساديو ماني. ساديو ماني يا جماعه من اللعيبه القويه جدا اللي هتبقى هنا. يعني انت النهارده بتتكلم ان ماني هيبقى جاي بقلبه قوي يعني. فاحنا مش عايزين ديت. تمام. سوري انا كتبتها اماني. ان شاء الله ما يبقاش عنده اي اماني خالص بكره. فساديو ماني هيبقى جاي كده. فانت علشان تقابل ده لازم واحد بقوة وسرعة زيزو. مع احترامنا لهاني. دي نقطة. تاني نقطة زي ما اتكلمنا قبل كده يا جماعة، ماتش بكرة محتاج النفس الطويل، محتاج طولة البال، محتاج الصبر. فرقة السنغال فرقة جماعية، فرقة قوية جدا. للأسف احنا ما عندناش غير فتوح حاليا، فأنا مش هقدر أغير خالص. والتلات باكات التلات مدافعين مش هقدر. هنا سواء كان مروان ولا حمدي هم الأفضل، مش هنقدر نلعب فيهم. هنا زي ما قلنا انت عايز محطة ولا عايز ايه؟ وجهة نظري في ماتش بكرة انت عايز سرعات، فهو امام عاشور مع احترامنا لمصطفى او ابراهيم عادل. فهم دول صلاح ومرموش بسرعاتهم. صلاح الماتش اللي فات عمل ماتش عالمي، كان بينزل يدافع لحد هنا هو كده بره خالص اهو. فصراحة عمل ماتش حلو قوي يعني. اتمنى امنية حياتي ما نستعجلش، نلعب كورتنا طولة البال. كابتن حسام طبعا هيفهمهم. والحاجة اللي مش موجودة في ماتشات مصر والسنغال ما قبل ذلك موجودة دلوقتي، اللي هي النفس، اللي هي القلب، اللي هو الروح، دي موجودة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا ينصرنا بكرة، وان شاء الله نكسب، وان شاء الله نصعد للنهائي، وان شاء الله ناخد البطولة دي بإذن الله حتى لو من المغرب. كل الأمنيات لمصر وكل الأمنيات للمنتخب، ربنا يا رب معاهم. قلنا بس ندردش ونقول دي وجهة نظري في زيزو فقط، زيزو فقط. واعتقد ان هو دوت هيبقى عنصر اللعب الاساسي، هيروح ويجي كتير وهيعمل دفاعات حلوه قوي، وهيبقى سهل كمان انه يزيد في وسط الملعب مع حمدي ومروان.